عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه ديليس الوزال. كنطلب منكم نفضل منكم اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك بالضغط على زر صابوني او سبسكرايب او اشتراك، وكنطلب منكم كذلك تفرجوا حتى الاخير، ولا عجبكم الفيديو ضغطوا على زر اعجاب وضغطوا على الجرس ليصلكم جديد وصفاتي، ويا ريت يا ريت يا ريت توصلوا الفيديو لاكبر عدد ممكن من المشاهدات. واقتراحي اليوم هو سويس رول بلا كريم، لا كريم شانتيي ولا موس الشوكولا. ندوزو المقادير وطريقه التحضير مع بعضياتنا. بسم الله على بركه الله. لتحضير هذا السويس رول غادي نحتاجو لاجينواز 2 بيضات فقط. عندي 100 غرام د الفورس، هنا راه مغربله وغنعاود نغربلو. عندي 100 غرام سنيده سكر خشن، وحده سكر فانيي. عندنا بوغ لا كريم غادي ندير انا المستحضرات ديال لا كريم هذه اللي جاهزه غبره، كريم لا موس والشوكولا ولا كريم شانتيي لي دو غنخلطهم بجوج مع الحليب. عندي الحليب هنا نص لتر نقصه منه كاس صغير، وعندي واحد شويه د الحبيبات الشوكولات فيرميسيل درت له الملمع ذهبي ولا نحاسي ماشي ذهبي هذا. عندنا حبيبات من الكركاع، ولا ضفنا شي اضافه غنوريكم معايا. مازال ما عرفت شنو الديكور ديال السويس رول، مازال ما عرفت شنو غندير له الديكور مزيان. المهم غنبداو على بركه الله بتحضير لاجينواز ديال الاولى. دائما البيض بحراره المطبخ غادي نديرو هنا. هاد لاجينواز كانت وراتها لي واحد السيده الله يجازيها بالخير، سميتها ربيعه، كنشكرها من هذا المنبر. غادي نضيف عليه الخميشه ديال السكر فانيي، وغادي نضيف عليه هاد 100 غرام قلنا ديال سكر خشن سنيده، وغادي نطرب البيض مع السنيده مع. وعندي واحد 2 معالق الماء طايب غنضيفهم من بعد باش نخلي الماء طايب. خصني حتى نطرب البيض وعاد غنضيفهم، يعني 2 معالق الماء طايب غادي نزيد كيما يطيب المهم غنبدا نطرب، وغادي نطرب حتى يبيض لي اللون ويتقال. غادي نوريكم في الاخر كيفاش غيولي اللون. يعني ملي غنبداو نطراسيو فيه هكا بالباطور، هكا ملي غادي نطراسيو به في الباطور غادي تبقى العجينه مرسومه. مثلا نكتبوا 8 تكتب لنا، نكتبوا يعني نديروا خط يبقى لنا داك الخط مرسوم شويه. المهم انا غنبدا نطرب، وغادي نتلاقاو من بعد باش نوريكم الشكل ديالو. وغنزيدوا دوك 2 معالق الماء في الاول. انا ضفت واحد 2 معالق الماء طايب هنا، وغادي نطرب هنا حتى الاول الباطور كيكون مهيل حتى كيتخلطوا سنيده مع البيض. من بعد غنزيد السرعه على الباطور، غنبقى نطرب هنا حتى كيتبقى لي الخليط وكيتجاوب كله. انا غنبقى نطرب وغادي نوريكم الشكل ديالو نهائي قبل ما نزيدو المهم انتما كتشوفوا القادر كيفاش ولا رجع نضاعف على 3 المرات ونشغل، وكيولي بحال اون كريم. يعني 2 بيضات 100 غرام سنيده. ها نتوما كتشوفوا بلي كنطراسي فيه واحد الخط، ها نتوما كتشوفوا كيبقى مطراسي شي شويه. المهم هذا يكفي، يعني هكا القوام ديالو خصو يكون. غادي نبقى نضيف الطحين بشويه بشويه، وانا كنغربل ديجا مغربله الطحين. هي لاجينواز ما كتكونش فيها لا زبده لا زيت لا خميره الحلويات، يعني كتكون بلا غير الطحين والسكر والبيض. غنزيد هذا الباطور، غادي ندير الشبيكه باش نغربل فيها ديجا الطحين. غنزيد معلقه بمعلقه وغنخدم على يد، غندخل الطحين بمساعده هاد السباتول. لا سباتول غادي نبقى من التحت للفوق. نزيد واحد المعلقه اخرى، كيطلع الغبره ديال الطحين هنا ديجا مغربلاه، ولكن خصو يكون مغربل 2 مرات. لاجينواز دائما الطحين حاولوا تغربلوه 2 مرات مع لاجينواز. وغادي نحاول نخدم من التحت للفوق، من التحت للفوق باش ما نحرجش البيض اللي طلعت من التحت للفوق. حتى كندخل داك الطحينه اللي درت، وعاود نزيد الكميه الاخرى ديال الطحين. يعني راه غير 100 غرام ديال الطحين ماشي شي حاجه، اصلا غير 2 بيضات. يعني تنحاول نشوف هاد الطحين كله اختفى ونزيد كميه اخرى.
وانا كنخدم هكا. يعني ساهله لا جينواز، ما فيهاش شي حاجه كثيره، كل واحد كيفاش الطريقه ديالو. كاين اللي كيخدمها في باه ماغي، كاين اللي كيخدمها غير هكا بجوج معلقات. ضروري دوك جوج معلقات د الماء طايب في الاول كيساعدوا باش البيض ينتفخ. وغنزيد عاوتاني واحد كميه ديال الدقيق اخرى، تنكمل هاد 100 غرام اللي عندي اصلا غير 100 غرام. ها هي عاوتاني غنزيدها كامله، نحاول نزيدها كامله حتى فوالا. غادي نحاول ندخل عاوتاني من تحت للفوق، وانا كنخدمها بهذه الطريقه حتى كيدخل داك الطحين كامل باش ما نهرسوش البيض اللي سبق كنا ضاربين عليه تماره باش نطلعوه. الا جينا نبقاو نخدمو ونخلطو غادي يتهرس البيض. حنا عندنا الغرض بالبيض ما يتهرسش. فوالا حتى كيدخل داك الطحين، هانتوما كتشوفوا كيفاش كيدخل كينسجم مع داك البيض، كيبقاش له الاثار. فوالا فرشه واحد الورق ديال الطبخ على الطاوه، وغادي ندير في الطاوه وغنسرحو على الطاوه وندخلو الفران. نحاول ندخلو الفران 180 درجه ولا 160 مده طهي 10 دقائق حتى 15 دقيقه. ما كيبغيش يطيب بزاف حيت اصلا كيجي رقيق. حنا عندنا الغرض ديال رقيق باش غنديرو به سويس رول. واخا تنكونوا غنحضروا به لاجينواز الاخرى يعني وحده فوق وحده، كندير جوج من هاد المقادير وكنحاول نطيبهم وكندير يعني الفعود اللي غنبقى نقسم الكيك ديالي ولا لاجينواز ديالي. كنحضر جوج وكنسقي وحده بوحده وكندير وحده فوق وحده، يعني كتجي هائله حتى هي وممتازه. هاد المقادير ما بقاوش كيخطاوني، الله يعطيها الصحه ربي عليهم. يعني كنشكرها دائما ملي كنحضر هاد لاجينواز ديالها، دائما كنشكر ديك السيده، كنشكرها من هذا المنبر. المهم نحاول نخوي في الطاوه، ها هو تخلط ما نبقاوش نلعبوا فيه بزاف. عندي الطاوه هي دايره لها ورق الزبده ولا الورق الطهي، يكون من النوعيه الجيده. وغادي نحاول نخوي ونوزع فوالا كلشي نهبطو فوالا. وتوزع هي الراسه اصلا. غادي نحاول نساعدها انا باش نوسعها في الطاوه كامله باش تجي مقاده ومتوله، باش ما تجيش جهه طويله وجهه غليظه وجهه رقيقه. فوالا غادي نحاول نوزعها هكا على الطاوه يعني بالطريقه اللي كتشوفوا. هانتوما يعني كنتوزع باش ما تجيش بلاصه غليظه وبلاصه رقيقه، راه الوسط باقي غليظ. يعني كنحاول ندير الجناب باش تجيني لاجينواز مقاده على الطاوه كامله. نحاول نقادو هاد الجوانب باش يجيونا مقادين. من هنا كذلك نقاد باش تجيني الرولي ملي غنروليه يجيني مقاد من هنا كذلك. المهم هكا ها هي قاده، يعني هي دابا كنظن انها مقاده. وغادي ندخلها للفران 180 درجه، قلنا حتى 160 حتى 180 درجه مده طهي 10 دقائق حتى 15 دقيقه. كطيب دغيا بسرعه فائقه حيت رقيقه. الفران دائما مشعول غير من التحت. غادي نحاول نقاد من هنا، باقي ما مقاداش مزيان من هنا يعني باش يجيني مقاد الغولي يجيني مقاد من الغولي يجيني مقاد. فوالا
دونك هادي غندخلها للفران طيب ونتلاقاو من بعد. من جهه ثانيه غادي نخلط المستحضرات ديال الشونتي. ها هو غادي خوينا هذا الشونتي، وهذا عاوتاني ديال لاموس ديال الشوكولات. غادي نخلطهم بجوج باش نحضروا الكريمه. غادي ندير حتى هذا فوق المناطق، وندير معاهم قلنا نص سيطرون الحليب. هادو راه فيهم السكر ديالهم، ما كيحتاجش تزيدوا لا سكر لا والو. غادي ندير نص سيطرون الحليب قلنا بارد محيده منه واحد الكويس صغير. غادي نزيدو هنا فوق من هذا الشيء. غادي نبدا نطرب. في الاول كنديروا الباطوغير سرعه بطيئه، من بعد عاد نزيدوا السرعه باش المهم نحاول نخلط هذا الشيء باش ما يبقاش معايا البرا ديال الشونتي واللاموس، باش ما تحاول دير معايا البرا. المهم غادي نحاول نخلط بسرعه بطيئه. نزيدو السرعه ديال الباطا باش يطلع معنا الشوك. هكا غنبدا نزيد السرعه دابا ديال الباطا. المهم انا غنكمل السكر ديالو كيطلع لا كريم، وغنوريها لكم كيفاش كتجي. المهم انا كنت طلعت هذه كتشوفوا كيفاش جات، يعني بسرعه ما كتاخذش واحد الوقت طويل، واحد 5 دقائق طلعت معايا، طلعت زعما لا كريم. غادي نحاول نغطيها بالفيلم اليمونتير ونخبيها في الثلاجه الى حين الاستعمال تطيب معنا لاجينواز ديالنا. وغادي ندير غادي نبدا من الثلاجه باش غادي نحاول نطيب هذا لو فيلم اليمونتير. هكذا نقطعها من هنا باش ما اوبلا. معليش غادي نحاول نغطيها ثاني، معليش فوالا. حيت الحبه هي شويه كبيره على هذا لو فيلم اللي عندي انا، شويه صغير. فوالا نحاول نقطع كامله باش ما تبقاش مقليه صافي، باش ما يدخلهاش البرد في الثلاجه. ها هي تغطات. غادي ندخلها للثلاجه حتى طيب معنا الكيكه. غنوجد واحد السيرو باش غنسقي لاجينواز، وغادي نتلاقاو من بعد. السيرو فيه غندير فيه حليبه وما غنديرش مع السكر، يكفي السكر اللي درت مع لاجينواز ومع لا كريم فيها السكر حتى هي. غندير غير الحليب، غادي ندفيه شي شويه وغادي نديرو. البنات الكيكه هي طابت، غادي نجرها هنا ندير هنا. ما خصهاش تحمر، حيت لا تحمرات غتبدا تهرس معايا في هذا. غادي نسوبودغي شويه ديال لو سكر كلاص فوق هاد القاغيط ديال ورق الزبده. غادي نقلبها فيه باش غنلويها. لا فوالا هكا نكون دهنه شويه بالزبده. انا نحيد الجوانب غير شويه، ها هو كيزول فاسيلمون. خصنا غير ما نطيبوهاش بزاف البنات، خليوها يعني غير تشوفوها بدات نشفات حيدوها. فوالا عاوتاني نحيدها حيت كان ما قدرتش القاغيط كامل. نحاول نحيدها حتى هو نجي. فوالا نحيد هادشي. غنجيب واحد القاغيط اخر فين نلويها، ولا طورشون اللي بغيتو، اما طورشون اما قاغيط. غادي ندير له هكا احسن. انا عندي القاغيط هنا شويه، بون ندير له هكا ندير هكا وندير هكا. فوالا نحيدو هاد الزائد ديال لو سكر كلاص، وغادي نبقى نلويه على راسها حتى نلويها كامله.
باش تاخذ الفورمه ديال لو غولي هكا وكنلوي. انا راه عندي القاغيط شويه صغير بون هكذا، ونخليها واحد تتبرد هكا، وعاد نشوف عاد نحلها باش ندير لها لا كريم وندير لها نخليوها تبرد هكا دابا حتى تبرد. ها هي دابا لويناها كامله، نخليوها تتبرد ونحلوها باش نديروا لا كريم وعاد نلويوها ونزوقوها من الفوق. هادشي اللي كاين. هو دابا الرولي كنحلو غتقسم ليا مع الطريف. معليش غادي نتلصق بلا كريم، نحاول نقرب هكا باش نلصقها بلا كريم. غادي نحاول ندير طبقه ديال لا كريم من الداخل مع داك لا كريم اللي وجدنا قبيله. نصفحو هكا بالمعلقه. المهم هكا نبقى نعمرها بلا كريم مزيان من الوسط. وهاد شويه اللي تهرس معليش غير لصقنا على كريم. فوالا كلها غادي نتلصها بلا كريم كلها بحال هكذا. فوالا غير بمعلقه ونعاود نرولي شويه. هي ديجا خدات الفورمه ديالها. معليش هاد البليصه راه غتلصقنا مع لا كريم غتلصق هكا. وغادي نحاول فوالا هادشي اللي مهرس غادي نديرو له لا كريم من الفوق، ما غيبقاش يبان نهائيا هكذا. ونضغط عليها شويه. ما سقيتهاش نهائيا حيت رطبه بزاف، خرجت من الفران رطبه بزاف. حاولت ما نسقيهاش، راه كنت موجده الحليب ودايره له فيه لافاني. حاولت ما نسقيهاش نهائيا باش حيت اصلا رطبه. نحاول نديرها هنا باش نصوبها نزوقها بلا كريم معكم. ما عنديش داك سباتولا غادي نحاول نزوقها غير بهادي. غادي نصوب لا كريم فيها كامله. المهم غنكمل انا على الزواق ديال لابيش لابيش ها. ونتلاقاو من بعد غنكمل غنعمرها بالزواق كامله ونقادها ونتلاقاو من بعد باش نوريكم كيفاش غندير لها. كنحاول نحيد. خديت هذه ما عنديش سباتول ديال باش نقاد لا كريم، خديت هذه حتى هي كتجيني مزيانه. كنقاد بها شويه لا كريم هكا باش ما تجيش هذا ما تجيش شي دايره. المهم غادي نحاول نقاد ونحيد لا كريم الزائد، كنحيدو به هكا. فوالا هانتوما شتيو كيفاش خصها. وكنحاول نشرطها بهادي. ما عنديش ديك المشيطه اللي كتمشط، نشرطها بهادي فرشيطه كنشرطو بها باش كتجينا بحال جذع النخله، جذع الشجره بليتو، جذع الشجره. هكذا المهم عشوائي.
هاد الجنيبات غنحاول ندير فيهم شويه ديال هاد البرميسيل، درت له ملمع نحاسي هيديه باش نهزو هاد الجنيبات هادو. نحاولوا نلصق هكا، فيه مخلط، راه فيه النحاسي وفيه حتى الكحل، يعني خلطتهم بجوج. ما حاولت ما نديرش بزاف ديال هذاك باش بيعطيني الديكوراسيون لهذا. نعاود نقلب هكا، ندير عاوتاني الجهه الاخرى هكذا. لا كريم لي شاط غنديرها في واحد لابوشادوي وغنزوق بها الوسط، وغادي نزين بالكريكات. انا غادي نزوق معكم الوسط ونزينها وندير الكريكات من الفوق. المهم غادي نزوقها بهاد لابوش، هاد لا كريم لي شاط ليا. نحاول نحط وحده هنا وحده هنا. حتى نكمل. المهم هكا تنكمل نشوفوا الشكل ديالها النهائي. المهم انا كملت الديكوراسيون ديال لاجين ديال لابيش. نحاول نهبط هاد شويه اللي بقى في لابوش. فوالا ها نتوما شوفوا الشكل النهائي ديالها. نقدروا نزينوها بشويه الكركاع، نتوما لكم الاختيار في التزيين. انا زينت على هذا الشكل وانتم لكم كامل الاختيار. بغيتو نديروا كريكيعات هنا نيمبورط كو هكا، ولا فوالا طريف كل وحده نديروا فيها طريف ديال الكركاع ولا نصيص هكذا وبس. فوالا هكذا ونخليوه في الثلاجه الى حين التقديم. يعني هكذا كنكون كملت الديكوراسيون ديالها. كل واحد له الاختيار في التزيين. كنقولها ونعاودها، انا درت هكا، كان هذا اقتراحي، نتوما لكم كامل الاختيارات وكامل الاقتراحات لكم. نخمل هذا الشيء ونوري لكم لابيش في الاخر كيفاش جات الشكل النهائي ديالها. كان هذا هو الاقتراح اليوم، سويسرول بلا كريم، لا كريم شونتي ولا موس شوكولا. نتمنى يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو ضغطوا على زر اعجاب، ويا ريت توصلوا الفيديو لاكبر عدد ممكن من المشاهدات، وضغطوا على الجرس ليصلكم جديد وصفاتي. واللي باقي ما اشتركش كنطلب منكم باش تشتركوا في القناه ديالي بالضغط على زر صابوني او سبسكرايب او اشتراك. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.